بيبدأ فيلمنا مع الشخصية اللي صنفها الأطباء النفسيين كأكثر شخصية سيكوباتية في التاريخ. بداية الفيلم بتدخلنا فورا في الجو المقبض، وبنشوف ضابط وهو بيقبض على شخص غامض طويل ولابس اسود. الشخص ده هو أنتون شيغور. الضابط بياخده الاسم وهو فاكر انه مجرد مجرم عادي، وبيكلم مديره في التليفون بيتباهى بالصيدة اللي صادها، لكن ما يعرفش ان شيغور واقف وراه وعينه بتبص للسقف بمنتهى الجمود. وفي لحظة مرعبة شيغور بيتحرك بمنتهى الهدوء وبيلف ايده ورا الضابط وبيستخدم سلسلة الكلبشات عشان يخنقه. مشهد الخنق بيكون طويل ومؤلم، وبنشوف الضابط وهو بيصارع الموت، ومن كتر المعاناة بنشوف ان جزمته بتعلم في الارض لحد ما الدم بيسيل والروح بتطلع. بعد الجريمة أنتون شيغور بيخش يغسل ايده في الحمام بمنتهى الهدوء والبرود، وكأنه بيغسل مواعين مش بيغسل دم بني ادم. وبيسرق عربية الضابط وبيروح عشان يشوف صيدة جديدة. وهو في الطريق بيلاقي راجل غلبان ماشي بعربيته، فبيقرر في اللحظة دي انه يرازيه. بيزمر له والراجل بيوقف له على انه ضابط. وهنا بقى بنتعرف على سلاح شيغور المفضل، اسطوانة اكسجين كبيرة مضغوطة بالهواء. والاسطوانة دي بتستخدم لقتل الماشية عن طريق انهم بيحطوها قدام دماغ الحيوان، وبتضرب ضربة بتموت الحيوان فورا. وده اللي بيعمله بالظبط مع السواق اللي وقفه، بيحط السلاح قدام دماغه وفجأة بيدوس على الاسطوانة بتخرم دماغه حرفيا من كتر الهواء، وبياخد عربيته ويمشي كأنه شبح. على الناحية التانية بنتعرف على بطلنا التاني واللي اسمه لولين موس، راجل لحام بسيط ومحارب قديم في فيتنام. لولين كان قاعد في الصحراء وعمال بيصطاد، وضرب على غزالة من بعيد صادها بس ما ماتتش، فنزل وراها عشان يلحقها. وهو في طريقه للغزالة لقى عربيات واقفة بعيد في مكان مهجور، فبدأ انه يقرب للعربيات دي بمنتهى الحذر. بس بيكتشف فجأة انه واقف في ساحة حرب، جثث مرمية في كل حتة والعربيات متخرمة بالرصاص. وهو بيدور في المكان بيفتح عربية عشان يلاقي جواها واحد بيطلع في الروح وبيطلب منه بق ميه، لكن لولين بينفض له وبيكتشف انه عصابه مخدرات. فبيبدا يدور في كل حته يمكن يلاقي فلوس، وبيمشي ورا اثر الرجلين فبيلاقي واحد هربان وقاعد تحت شجره بعيد، فبيراقبه شويه وبيبدا يروح له بمنتهى الحرص. ولما بيروح له بيلاقيه ميت تحت شجره ومعاه شنطه جلد، بيفتحها بيلاقي فيها 2 مليون دولار. وبعد كده بياخدها وبيرجع لمراته في الكرفان بتاعهم اللي اسمها كارلا جيان. واول ما بيدخل بيخبي المسدس وشنطه الفلوس، وبالليل وهو نايم ضميره بيأنبه عشان الراجل اللي كان بيموت في العربيه وكان بيطلب منه ميه. وهنا بقى بيرتكب الغلطه اللي هتدمر حياته، فبيقرر في نص الليل انه يقوم يلبس ويرجع تاني على مسرح الجريمه، وبياخد معاه جيركن ميه. ولما بيوصل بيلاقي ان الراجل مات خلاص. وفجاه بتظهر عربيه تبع العصابه وبيحاصروا لولين، لكنه بيجري منهم وبيهرب في الصحراء، وهم بيفضلوا يجروا وراه ويضربوا عليه نار. وبعد كده بيلاقي نهر وبينط فيه، والكلب بتاع العصابه بيفضل يجري وراه لحد ما في اخر لحظه بيقدر انه يقتل الكلب ويهرب، لكنه ساب وراه اهم دليل، عربيته اللي الشرطه والعصابه هيقدروا يوصلوا له منها. وبنرجع تاني للمجنون بتاعنا شيغور اللي العصابه الامريكيه بتقرر انها تاجره عشان يرجع لها الفلوس، وبياخدوه لمكان التسليم اللي حصل. فبيقولوا له ان في شخص خد ال 2 مليون جنيه وهرب. وبعد ما بياخد منهم كل المعلومات فجاه الباشا بيطلع السلاح ويخلص عليهم هم كمان. وبعد كده بيبدا رحله البحث بتاعته، وفي طريقه بيقف في محطه بنزين، وده واحد من اشهر مشاهد التوتر اللي حصلت في السينما. الراجل العجوز صاحب محطه البنزين بيحاول انه يدردش معاه، فبيساله هو في مطر النهارده في دالاس؟ فشيغور بيبص له حته بصه وبيقول له هو انت بتسال ليه؟ فالراجل بيحاول يهزر معاه، فيروح شيغور مطلع عمله معدنيه من جيبه وبيحطها على الترابيزه وبيقول له اختار ملك ولا كتابه. فالراجل ما بيبقاش فاهم حاجه، فبيقول له اختار ليه؟ احنا مش بنراهن. فشيغور بيرد عليه ويقول له لا، احنا بنراهن على كل حاجه، اعتبر ان حياتك كلها واقفه على اللحظه دي. فالراجل بيختار كتابه، وحظه الحلو انها بتطلع كتابه فعلا. فشيغور بيديله العمله دي وبيقول له شيلها وما تصرفهاش لان دي عمله الحظ بتاعتك، وبيضحك بمنتهى البرود. الراجل يا عيني نجا من الموت بفضل الصدفه البحته. وشيغور بيكون معاه جهاز تتبع خده من العصابه، الجهاز ده بيلقط اشاره مخفيه من جهاز تتبع محطوط جوه شنطه الفلوس، وكل ما الجهاز اللي معاه بيصفر اسرع كل ما الموت بيكون قرب من لولين اكتر. ولولين بيرجع البيت وبيقول لمراته كارلا جيان روح اقعدي عند مامتك عشان في عصابه بتدور عليا، وبياخد الفلوس وبيهرب وبيروح يقعد في فندق رخيص، وبيحجز في الفندق ده اوضتين جنب بعض. وشهور بيوصل الفندق ويقف قدام اوضه معينه ويبدا يوجه السلاح بتاعه على الاكره الباب ويكسرها، فبيخش عشان يلاقي عصابه مكسيكيه قاعدين ومعاهم اسلحه. بيبدا انه يخلص عليهم واحد واحد، وبيعرف كده ان العصابه الامريكيه اتفقت مع عصابه تاني عشان تحاول توصل للفلوس قبله. فبيخلص عليهم كلهم، وبعد ما بيقتلهم بيفتش الاوضه كلها، فبيفتح هوايات التكييف بيلاقي اثار لحاجه مسحوبه جوه، فبيشك ان شنطه الفلوس كانت موجوده هنا. لولين بقى يا سيدي وهو قاعد في الفندق فتح الشنطه فبيلاقي جواها جهاز التتبع، لكن للاسف اكتشفه متاخر. وبيسمع صوت خطوات شيغور في الممر، خطوات تقيله وبطيئه،
فبيطلع لولين السلاح وبيوجهه ناحيه الباب، وشيغور بيستخدم اسطوانه الهواء وبيطير قلب الكالون، ولسه بيدخل لقى لولين بيضرب عليه نار، وشيغور لسه بيرد عليه، راح لولين نط من الشباك وطلع يجري، وهو بيهرب في الشارع شيغور بيبدا يضرب عليه نار فبيتصاب، وبيجري لولين وبيستخبى ورا العربيه، وشيغور وهو بيدور عليه بيطلع له لولين من الناحيه الثانيه وبيفضل يضرب عليه نار لحد ما بيسيبه وبيروح عشان يقتله، فبيكون شيغور مش موجود وهرب منه، ولولين بيقدر يهرب للحدود المكسيكيه وبيكون متصاب وحالته حرجه جدا، فبيرمي الفلوس في مكان عشان يرجع لها في وقت تاني، وبعدين بيغمى عليه، وتاني يوم بيصحى لولين يلاقي نفسه في مستشفى مكسيكيه، وبيلاقي قدامه شخص جديد اسمه ويلز، وويلز بقى ده قاتل مأجور ومحترف، العصابة جابته عشان يخلص على شيغور ويرجع لهم الفلوس، وويلز بيحاول يقنعه يقول له انت مش فاهم، انت بتواجه مين؟ انطون شيغور مش بني ادم، ده آلة قتل، اديني الفلوس وانا هحميك منه، لكن لولين بياخده بكبرياء وبيرفض، فبيقول له براحتك بس خلي بالك انه كده مش هيسيبك ولا انت ولا مراتك، وبنروح على شيغور اللي برضه كان مصاب، بس ده عشان يعالج نفسه بيعمل مصيبة تانية، بيروح قدام صيدلية وبيفجر عربية قدامها عشان الناس كلها تطلع من الصيدلية وتبص على الكارثه اللي بره، وهو يخش يسرق الادويه والمعدات اللي هيحتاجها، وبيرجع على الفندق عشان يطلع الرصاصه اللي في جسمه، في مشهد بيثبت ان البني ادم ده ما بيحسش بالالم، وبعد ما بيخيط الجرح بتاعه بنلاقيه فجاه قاعد للشخص اللي اسمه ويلز في الفندق بتاعه، وصل له ازاي ولا منين ما نعرفش، وبنشوف ويلز وهو مرعوب منه وبيحاول انه يشتري حياته، لكن شيغور بيساله سؤاله الفلسفي الشهير، بيقول له لو القوانين اللي انت ماشي بيها وصلتك للوضع ده يبقى ايه فايده القوانين دي، والوضع بقى ده اللي يقصده انه هيموته، وبمنتهى البرود بيطلع السلاح بتاعه ويقتله، وفي اللحظه دي تليفون ويلز بيكون بيرن، وبيكون مين اللي على التليفون؟ ايوه بالظبط لولين بيكلم ويلز عشان يقول له انه موافق انه يتعاون معاه عشان يخلصوا من شيغور، لكن للاسف شيغور اللي بيرد عليه وبيقول له انا جاي اقتلك، بس لو سلمتني الفلوس دلوقتي هسيب مراتك كارلا تعيش وهقتلك انت بس، اما بقى لو ما سلمتهاش هقتلك وهقتلها هي كمان، ولولين في اللحظه دي بيرد بعناد وبيقول له انا اللي هاجي عشان اقتلك، بيقرر لولين انه يهرب مع مراته وبيتصل بيها ويتفق معاها انه يقابلها في فندق معين، لكن للاسف امها ما كانتش بتعرف تحط لسانها في بقها، بتغلط وبتكشف مكانهم لواحد من العصابه المكسيكيه من غير ما تقصد، والظابط اللي بيحاول طول الفيلم يلحق لولين عشان ينقذه بيوصل للفندق متاخر، وهنا بتحصل الصدمه اللي خلت الفيلم ده اسطوري، الظابط لما بيوصل بيسمع صوت ضرب نار، فبيروح يجري بيلاقي لولين ميت في ممر الفندق، البطل مات بس مش في مواجهه ملحميه مع شيغور، لا للاسف مات على ايد العصابه المكسيكيه، والظابط بيدخل مسرح الجريمه بالليل وبيلاحظ ان أكرة الباب مضروبه بسلاح شيغور، فبيخش الظابط عشان يفتش في المكان ما بيلاقيش حاجه، وبنشوف شيغور وهو موجود في الاوضه مستخبي في الضلمه، وكان يقدر انه يقتل الظابط لكن لسبب مجهول قرر انه يمشي وياخد الفلوس. الفيلم لسه ما خلصش، شيغور كان واعد لولين انه هيقتل مراته لو ما سلمش الفلوس، وبعد فتره بترجع كارلا البيت وبتتفاجئ بشيغور قاعد مستنيها في الضلمه بمنتهى البرود، فبتقول له ملوش لزوم تعمل كده، جوزي مات وانت دلوقتي الفلوس معاه، لكن بيرد عليها انا اديت جوزك كلمه وما ينفعش ارجع فيها، وبيطلع العمله المعدنيه بتاعته وبيقول لها اختاري ملك ولا كتابه، دي فرصتك الوحيده للنجاه، لكن كارلا بترفض انها تلعب وبتبص له وبتقول له جمله واحده، العمله ملهاش راي، انت الوحيد اللي بتقرر، كارلا هي الوحيده اللي واجهته بحقيقته انه مجرم بارادته مش اداه للقدر. المشهد بيقطع على كده وبنشوف شيغور وهو خارج من البيت بيبص على كعب جزمته عشان يشوف لو جه عليها دم ولا لا، وهنا بنتاكد انه نفذ وعده وقتلها، وبنروح لاخر مشهد في الفيلم وهو خارج بعربيته وماشي ملتزم بكل قوانين المرور، فجاه عربيه جايه بتجري بتخبطه في حادثه بشعه، وشيغور بيطلع من العربيه جسمه كله مكسر، وبيلاقي اطفال معديين فبيديهم فلوس من اللي معاه عشان ياخد قميص منهم يربط بيه ايده اللي اتكسرت، وبيختفي في الشوارع قبل الشرطه ما توصل، للاسف الشر لسه طليق. وهنا يا صديقي بيخلص فيلمنا، لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واستناني في الملخص اللي جاي. سلام.